خلي بالك لا تقع في الحفرة. ممكن يكون في طريقك حفرة كبيرة وانت مش واخد بالك منها. حسيت بالفضول؟ عايز تعرف انا بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن تصرفات وسلوكيات كلنا بنعملها بشكل يومي، زي الاكل، فسح، خروجات، ان احنا نشتري حاجات احنا محتاجينها وعايزينها. حاجات تبان عادية، جزء من حياتنا اليومية ما نقدرش نستغنى عنها، وحاجات كتير جدا منها ممتعة جدا وبتحسسك بالسعادة. لكن المشكلة هنا مش في التصرف أو السلوك نفسه، المشكلة بتبقى في تعلقك بيه وربطك لسعادتك كإنسان، بإن أنت تعمل السلوك ده أو التصرف ده، وممارستك ليه أحيانا بشكل هستيري ومش متوازن، لدرجة ممكن توصلك للإدمان. أيوة، ممكن الإنسان هنا يفقد السيطرة في بعض الأوقات ويتحول الموضوع لشيء مرضي محتاج علاج. الموضوع ده مش بيحصل لكل البشر. الطبيعي إن الإنسان بيمارس السلوكيات دي باتزان لما بيكون محتاجها، ياكل لما يجوع، يشتري الحاجة اللي هو محتاجها بجد، مش أي حاجة تطلع ترند، يخرج ويتفسح لما يكون محتاج للراحة في الحدود المعتادة، في الويك اند، بعد ما يكون اجتهد طول الأسبوع واشتغل وتعب، وتكون الراحة هنا شيء أساسي عشان يقدر يكمل ويشحن طاقته من جديد. مش ده يكون هو الهدف اللي مسخر حياته كلها علشانه. لو الموضوع اتطور ووصل للمرحلة دي، إنه عايش عشان ياكل أو يشتري أو عشان يتفسح، ممكن عشان يحقق الأهداف دي يعمل أي حاجة، حتى لو هيصرف آخر مليم معاه، هنا نقدر نقول إن في مشكلة كبيرة. وساعتها لازم يبقى في وقفة عشان نعرف إيه السبب اللي وصله للمرحلة المرضية دي. وفي الغالب هيكون الموضوع ببساطة إن الشخص ده عنده ألم كبير جواه، عامل زي الحفرة اللي محتاجة عشان يسدها ويردمها وما تحسسوش بالفراغ اللي جواه وبالألم اللي جواه، إنه يملاها بأي حاجة هو بيحبها، لأنه فاكر إنه كده هيقدر يسيطر على الألم ده ومش هيحس بالوجع زي الأول. عشان كده بيشتري بلا هدف، بيشتري أي حاجة تقابله في طريقه سواء محتاجها أو مش محتاجها، بيشتري أي حاجة تطلع ترند، بياكل بلا هدف حتى لو مش جعان عشان ينسى الألم اللي جواه. ممكن الموضوع يتطور مع بعض البشر لنوع أخطر من الإدمان، إدمان التدخين، المخدرات، أي حاجة ممنوعة تذهب العقل وتنسيه أوجاعه وتخليه قادر يكمل. كل ما زاد عمق الألم جوه البني آدم، كل ما كبرت الحفرة اللي جواه وخطر الإدمان بقى أكبر وأكبر. طيب إيه الحل؟ إزاي نردم الحفرة اللي جوانا بذكاء وبطريقة مش مؤذية؟ هقولك الحل بيبدأ بالمواجهة. المواجهة هي أول طريق النجاة والعلاج، إنك تعرف إن في مشكلة وتعترف بيها، ده لوحده نص الحل. النص التاني إنك تبدأ تقعد مع نفسك عشان تفهم إيه مصدر الألم اللي جواك،
ايه اللي بيحركك تعمل السلوكيات دي، سواء بوعي منك أو بدون وعي؟ لأنك في أحيان كتير ممكن تكون مش واعي أصلا إنك بتعمل التصرف ده. ولو مش قادر تعمل ده، الجأ لشخص مختص يساعدك ويوجهك عشان ترجع تاني لاتزانك وطبيعتك الإنسانية الجميلة اللي بعيدة كل البعد عن التطرف في أي تصرف، حتى لو كان شكله من بعيد عادي وطبيعي، مفهوش أي حاجة عيب ولا حرام. التوازن هو دليلك عشان تقدر تحدد انت في الطريق الصح ولا محتاج تقف وتحدد اتجاهك من تاني. صدقني لما تبقى متوازن كل حاجة هتبقى أحلى.